هذا آخر يوم سنة 2025، وبمناسبة هذا اليوم المميز قررت أروح إلى الإمام الكاظم عليه السلام في محافظة بغداد، بالتحديد الكاظمية. الساعة ب7:30، كلش حلو الشارع، لا حسكت وخليكم تستمتعون بهالوقت. ما مشينا نص ساعة بالسيارة، هذه أول نقطة أمان أو نقطة تفتيش. وأخيرا وصلنا إلى بوابة بغداد التي تقع على طريق ديالى، أعجوبة هندسية بمعنى الكلمة. وبعد ما طلعنا من البوابة قدامنا طريق طويل من نصل أرجع لكم. الحمد لله وصلنا وصفينا السيارة، وهسه متوجهين للمدخل الرئيسي. هذا هو المدخل الرئيسي للإمام الكاظم عليه السلام. راح أدخل هسه نقطة تفتيش الرجال، مع الأسف ممنوع التصوير، أشوفكم جوا. عبوسين السابق، يلا أنت روح قبلي، أسرع أسرع أسرع. لا خلاص السباق أنا فزت. المظلات كلش حلوات، صدق مبدع اللي اختارها. ها هنا صار مكان صلاتنا. وهسه بعد ما خلصنا صلاة خل نروح نشوف شي ناكله. تفضل يعني، ويقول لك سوي رجيم. شوف 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 يا رجيم، ما رجيم الا الشيطان الرجيم. وهسه بعد ما خلصنا عشاء متوجهين إلى مرقد الإمام الكاظم عليه السلام. حمدا لك اللهم حمدا كثيرا مقدار سماواتك وخلقك، لك الحمد يا أرحم الراحمين. طبيت بهذا المكان بالغلط، بس شوفوا الياج قد حلو مرتب. وهنا قررنا نزور، بس مثل ما تشوفون صايرة ملحمة قلقامش. استر علي ما احكي لك البيت. أبشركم ما قدرت أزور لأن مثل ما شفتوا كلش ازدحام. المهم راح نقعد هنايا مدة ساعة ونص لحد ما تخلص عائلتي زيارة. واستغليت الوقت وقرأت سورة ياسين والرحمن وشوية من سورة البقرة، وخبرونا بس قبل ما نروح لازم نزور مكان الجسر الجديد، جسر القريعات المقام فوق نهر دجلة. وهم حاب أشكر كل واحد بيكم، راح نوصل 3000 متابع بوقت قياسي. شكرا على متابعتك ولايكك وتعليقك، شكر من أعماق القلب، والقادم أفضل بإذن الله. أتمنى تكون سنة 2026 سنة سعيدة عليكم أجمعين.